ممكن أسألك سؤال؟ هو انت ليه لابسة النقاب مع اني شفتك في الرؤية الشرعية؟ مش شايف ان فيكي حاجة مميزة يعني علشان تخبيها، ولا يعني تفتني حد؟ يعني من الاخر النقاب مش ليكي. قالها الشاب اللي جه علشان يشوفني ويخطبني. بصيت لبابا اللي كان قاعد على الانتريه اخر الصالة علشان يدينا فرصة نتكلم. حمدت ربنا اني غطيت وشي بالنقاب بعد ما شافني. كنت محرجة ومجروحة من كلامه، بس مرضتش اعمل اي مشاكل او ارد عليه، فابتسم وهو كمل كلامه. ما علينا، الجمال مش مهم بالنسبة لي. صحيح انا بنات كتير حلوة نفسها ترتبط بيا، بس انا ببص للاخلاق. اتمنى اخلاقك ما تكونش زي جمالك كده. عيوني دمعت وفضلت ارتعش وانا سامعة الاهانة في كلامه، فكمل كلامه بنبرة كلها برود. هتجوزك لان امي شكرت فيكي قوي، وانا محتاج واحدة ملتزمة زيك علشان تخليني اتغير والتزم دينيا. لان للاسف انا مش ملتزم قوي في الصلاة، بس واثق انك هتعرفي تحلي المشكلة دي. بس في نقطة تانية عشان اكون واضح معاكي، احتمال اتجوز تاني لو انت ما قدرتيش تعفيني. كنت بفرك ايدي جامد وانا سامعة كل الكلام ده. كنت بحس ان كلامه زي اللي بيتدب في قلبي. عارفة اني شكليا مش احسن حاجة. مرات ابويا ما سابتش فرصة الا وكانت بتشير اني مش هتجوز بسبب شكلي، بس عمر ما حد اهني بالشكل ده وبصراحة تامة، ولا بالكلام المباشر اللي يوجع قلبي. تاني يوم. يعني ايه مش عايزة تتجوزيه؟ هو لعب عيال يا فاطمة؟ انت فاكرة نفسك ايه؟ مش كفاية انه وافق علشان يتجوزك؟ قالتها مرات ابويا وهي خالتي بعصبية، فبابا زعق. مروة، اياك تكلميها بالطريقة دي تاني، فاهمة ولا لا؟ ايوه بس يا خلاص اسكتي، كلمة تاني وهتبقي طالق. حسيت شوية بالأمان. يمكن أحسن حاجة في حياتي بعد ما ماتت ماما هي بابا. بابا اللي بيقف جنبي واللي أنا متأكدة لو قلتله على مضايقة مراته ليا هيطلقها على طول. بس أنا ما كنتش عايزة أعمل مشاكل. قرب بابا مني بحنية. قوليلي يا فاطمة، ايه المشكلة يا حبيبتي؟ دموعي نزلت من عيوني أول ما قال كده. يا بابا ده بيتريق على شكلي، عاملها جميلة إنه هيتجوزني. أهني وهو قاعد. أنا ما أقدرش أعيش مع شخص زي ده. أنا رافضة يا بابا ومش عايزاه، فاتصل بيه وقول له كده. اللي عايزاه هيحصل يا فاطمة، ما تقلقيش يا حبيبتي. قالها بابا بهدوء، فابتسمت ليه براحة. وفي بيت كارم. نعم، رفضاني؟ يعني ايه ترفضني؟ صرخ بيها كامل بعصبية. ما كانش مصدق. هو اتنازل ووافق عليها وهي اللي رفضاه؟ معقول رفضته؟ دي أكيد مجنونة. ربنا هيعوضك يا ابني بالأحسن منها. قالتها أم بخوف وهي شايفة إنه متعصب وبيغلي. أنا مش متضايقة عشانها، هي تغور في داهية. كده كده كان شكلها مش عاجبني، بس أنا اتنزلت ووافقت، فبدل ما تبوس ايديها وش وضهر ترفضني أنا. بس بسيطة، أنا هوريها. مر يومين على رفض الكارم وأنا كنت مرتاحة نوعا ما، بس طبعا ما خلصتش من كلام مرات أبويا المسموم. كنت خارجة من أوضتي ولابسة علشان أروح لمحافظة القرآن بتاعتي، لكن فجأة مرات أبويا وقفتني. ابقي تعالي بدري شوية، أخوكي جاي النهاردة ولازم نعمل له أكل. هزيت راسي بهدوء وبعدها خرجت من البيت. وبعد مرور 3 ساعات كنت ماشية بتوتر وراجعة البيت. للأسف المرة دي اتأخرت قوي عند المحافظة. مرات أبويا أكيد هتبهدلني. لسه هطلع للعمارة لقيت حد وقف قصادي فجأة. بصيت لقيته كريم بيبصلي وعينيه حمرا من كتر الغضب. انتي ترفضيني أنا؟ قولي لي فيكي ايه حلو علشان تدلعي. فوق يما، أنا كنت آخر فرصة ليكي للجواز، انتي خلاص هتعنسي بالشكل ده. ما ردتش عليه. كنت همشي واسيب لكن واقف قدامي باعتراض. لسه هبعد واصرخ لقيت كارم بيصرخ بألم وبيقع على الأرض. حسام، قلتها بصدمة وبعدين ابتسمت وقلبي بيدق. ابقى قرب منها تاني، والمرة الجاية مش هضربك بالبوكس وبس، لا ده انا هقطع ايديك كمان. قام كارم من على الأرض وهو بيبصله بغضب. وانت مالك انت؟ دي خطيبتي. هزيت راسي في الوقت ده وبصيت لحسام. لا كداب يا حسام، أنا رفضته. بص له حسام مرة تانية بغضب. لو لقيتك قريب من بنت خالتي تاني هموتك، يلا غور من هنا. بنية حسام القوية خلت كارم فعلا يخاف منه، علشان كده ما ترددش انه. ممكن أسألك سؤال؟ هو انت ليه لابسة النقاب مع اني شفتك في الرؤية الشرعية؟ مش شايف ان فيكي حاجة مميزة يعني علشان تخبيها، ولا يعني تفتني حد؟
يعني من الآخر النقاب مش ليكي. قالها الشاب اللي جه علشان يشوفني ويخطبني. بصيت لبابا اللي كان قاعد على الأنتريه آخر الصالة علشان يدينا فرصة نتكلم. حمدت ربنا إني غطيت وشي بالنقاب بعد ما شافني. كنت محرجة ومجروحة من كلامه، بس مرضتش أعمل أي مشاكل أو أرد عليه، فابتسم وهو كمل كلامه. ما علينا، الجمال مش مهم بالنسبة لي. صحيح أنا بنات كتير حلوة نفسها ترتبط بيا، بس أنا ببص للأخلاق. أتمنى أخلاقك ما تكونش زي جمالك كده. عيوني دمعت وفضلت ارتعش وأنا سامعة الإهانة في كلامه، فكمل كلامه بنبرة كلها برود. هتجوزك لأن أمي شكرت فيكي قوي، وأنا محتاج واحدة ملتزمة زيك علشان تخليني أتغير والتزم دينيا، لأن للأسف أنا مش ملتزم قوي في الصلاة، بس واثق إنك هتعرفي تحلي المشكلة دي. بس في نقطة تانية عشان أكون واضح معاكي، احتمال أتجوز تاني لو انت ما قدرتيش تعفيني. كنت بفرك ايدي جامد وانا سامعة كل الكلام ده. كنت بحس ان كلامه زي اللي بيتدب في قلبي. عارفة اني شكليا مش احسن حاجة. مرات ابويا ما سابتش فرصة الا وكانت بتشير اني مش هتجوز بسبب شكلي، بس عمر ما حد اهني بالشكل ده وبصراحة تامة، ولا بالكلام المباشر اللي يوجع قلبي. تاني يوم. يعني ايه مش عايزة تتجوزيه؟ هو لعب عيال يا فاطمة؟ انت فاكرة نفسك ايه؟ مش كفاية نوافق علشان يتجوزك؟ قالتها مرات ابويا وهي خالتي بعصبية، فبابا زعق. مروة، اياك تكلميها بالطريقة دي تاني، فاهمة ولا لا؟ ايوه بس يا خلاص اسكتي، كلمة تاني وهتبقي طالق. حسيت شوية بالأمان. يمكن أحسن حاجة في حياتي بعد ما ماتت ماما هي بابا. بابا اللي بيقف جنبي، واللي أنا متأكدة لو قلتله على مضايقة مراته ليا هيطلقها على طول. بس أنا ما كنتش عايزة أعمل مشاكل. قرب بابا مني بحنية. قوليلي يا فاطمة،